يا ترى بتستاهل هالضجة ولا ترند على الفاضي؟ تعالوا أعطيكن رأيي بكل أمانة بهاد الكيك. ليزي كات كيك عملته اليوم ورح أعطيكن رأيي فيه. أخدت كيك شوكولا جاهز، قطعته لشرايح ورصيته بقالب البايركس، سقيته بالحليب بالشوكولا وحطيته على جنب. الخليط الكريمي أخدت 200 غرام جبنة كريمي، خفقتهم بالخفاقة الكهربائية وزدت عليهم 3/4 العلبة حليب مكثف محلى وخفقت. بعدين زدت الكريمة السائلة، أخدت 100 ملي من كريمة الخفق وزدت معلقة من الكريمة الشانتيل بودرة وممكن تستغنوا عنها. خفقت كتير منيح ونزلت الخليط الكريمي فوق الكيك اللي جهزناه بالبايركس وغلفته بالنايلون وتركته بالبراد لحتى يتماسك كتير منيح. بعدين بلشت بتجهيز جناش الشوكولا. أخدت 200 ملي من الكريمة السائلة، سخنتها بالميكروويف وضفت لها 150 غرام من الشوكولا، ممكن تستعملوا دارك أو شوكولا بالحليب. حركتهم كتير منيح لحتى دابت الشوكولا وصبيت الخليط فوق الكيك اللي جهزته. بعدين تركته بالبراد ساعة لحتى يتماسك عندي الجناش. بالنسبة للكورن فليكس، أنا ما لقيت الكورن فليكس الكرات تبع الكيك الأصلي، ما في بالسوق إلا كيلوغز وأنا ما بشتري كيلوغز وأكيد بتعرفوا شو السبب. فأخذت هذا الشكل من أوزمو، غلفته بالشوكولا، قلبته كتير منيح، بعدين ضفت معلقة من الكاكاو المر وخلطتهم كتير منيح مع بعض ووزعت الكورن فليكس فوق وجه الجناش. بصراحة أنا وكل اللي أكلوا من هاد البايركس كلهم حبوها، لقيناها كتير طيبة. والكورن فليكس غلفوا البايركس بالنايلون قبل ما تدخلوه على البراد لحتى ما يطرى معكن. ولا تنسوا اللايك للفيديو.